السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم انه من اصغر الحيوانات على وجه الارض، لكن لئيم ومكار جدا، وهو الحيوان الوحيد اللي بيرقص للضحية قبل الموت. انه ابن عرس او العرسة. ما تنخدعش بشكله الطيب الصغير، فطوله بيتراوح من 15 ل 35 سم، وبيتحرك بمنتهى الخفة والرشاقة. ده بيقدر يدخل اضيق الجحور بسبب رشاقته، وبيقدر كمان انه يهاجم حيوانات ضعف حجمه بعشرات المرات. والغريب في الموضوع انه مش بيصطاد الفريسة عشان هو جعان وخلاص، لا، ده ليه اسباب تانية غير الجوع، زي الدم، فهو مصاص للدماء. وكمان بيقتل عشان يستمتع بقتل الضحية. وبيستخدم ابن عرس حركاته الغريبة البهلوانية علشان يلفت انتباه الفريسة بالحركات ديت، واللي بتسمى برقصة الموت. وبيساعده على الحركات دي جسمه الرفيع ورشاقته. وبتقدر العرسة انها تحدد المسافة بينها وبين الفريسة، وبتبدأ تعمل العرض بتاعها، انها تقعد تتنطط وتتشقلب على الارض. وفي الحالة دي الفريسة بتبدأ تتفرج عليها وتركز كمان معاها، لحد ما مرة واحدة بينقض فوق دماغ الفريسة مهما كان حجمها. فموضوع الجسم ده مش بيفرق خالص مع ابن عرس، وبسنانه الحادة بيغرزهم في رقبة الضحية، ويبدأ يسحب دم الضحية لحد ما تموت. وبعد كده ياكل دماغ الضحية علشان تديله القوة اللي محتاجها، ويسيب باقي الجسم. وبياكل ابن عرس من 40 ل 60 حجم جسمه في اليوم، يعني في حدود 10 وجبات يوميا رغم صغر حجمه. والسبب في كده بيرجع ان جسم العرسة مش بيخزن دهون زي باقي الحيوانات، واللي بدوره بيخليها جعان على طول. ومن اغرب الصفات في حيوان ابن عرس انه بيقدر يغير لون فروته حسب البيئة اللي هو عايش فيها. يعني لو في الحضر وسط ناس وسكان هيكون لونه بني، ولو عايش في بيئة تلجية هيبقى لون فروته ابيض زي لون التلج. وبيقدر ابن عرس انه يصطاد الطيور والارانب، القوارض، الضفادع والديدان. وفي انواع كتيرة لابن عرس، لان في منها المصري والجبلي وطويلة الديل. بس كده، اهي سهلة اهي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تصلوا على سيدنا رسول الله وتعملوا لايك ومشاركة للفيديو عشان يوصل لكل الناس، واعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم.